السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مجال الطيارات عندنا بالنسبة للهيومن ايرور فهم مجزئين كل حاجة في الطيارات لثلاث أجزاء. عندنا الميكانيكال بارت، عندنا الاير فريم بارت، افيونكس بارت، وهي مشاكل الكهرباء. مشاكل الكهرباء بيكون ليها ناس متخصصين فيها، محدش بيتدخل في شغل التاني. بنبدأ ان احنا نريبورت المشكلة نفس ما الطيار بيريبورت للمهندس. احنا كمهندسين بنريبورت لبعضنا، اقول له انا عندي مشكله كهربائيه، هل هتقدر تيجي مثلا في الوقت اللي انا شغال فيه في الطياره في الجزء الميكانيكي تحلها، او بعد ما احنا بنخلص الجزء الميكانيكي ببدا ان انا اخد الطياره واروح للمطار اللي هو فيه مركز الصيانه المسؤول عن الكهرباء. طبعا الميزه الحمد لله ربنا كرمنا بيها ان انا اكون مهندس وطيار في نفس الوقت، فده بيكون عامل مساعد ان انا الحاجه اللي يكون فيها مشكله بقدر ان انا اطير اجرب. فده بيساعدني كتير ان انا اوجد المشكله ونبدا نحط خطوات ترتيبها. عندنا طياره دلوقتي فيها مشكله، يلا بينا نروح نحلها سوا. كان معاكم محمد علاء في برنامج تشيك انجن، ونشوفكم في الحلقة الجاية. خليكم معنا.